وصفة اليوم تقطر بالبنة، خبز الباي ولا خبز تونس معسل للقلب. تابعوا معايا الفيديو باه تعرفوا الوصفة وقصتها. نبدأ بالشربات. عندي 2 كيسان سكر مع 4 كيسان ماء وشريحة تاع ليمون. نحطو على نار متوسطة حتى يذوب السكر ومن بعد نخليه يغلي 10 دقائق ونطفي. الكاس اللي استعملته يهز 120 مليلتر. وللوصفة تاعنا عندي نص كاس سكر، 4 حبات بيض، ملعقة صغيرة فاني ورشة ملح. رايحة نطلعهم مليح بالباتور. هنا الكأس اللي استعملته يهز 250 مليلتر. نزيد لهم كأس زيت ومن بعد رايحة نضيف لهم كاس كاوكاو محمص ومرحي بقشورو، وكاس خبز يابس تاني كنت حمصته ورحيته، وصاشي خميرة كيميائية للوزن تاعها 10 غرام. نخلط كامل المكونات مع بعض ونجيب بلاطو للمقاس تاعو 30 على 24. نفرغ الخليط وندخله فرن ساخن يطيب على 170 درجة كي يحمر من الأسفل ويشوف الجوانب حمارو. نطفي عليه ونزيد نشعله من فوق حتى يحمر مليح. وحكاية وصفتنا ترجع لعهد البايات. قال كان واحد الباي ديما كي يكمل الماكلة يخلي الفتاة تاع الخبز. مالا طباخة القصر حكمت هذاك الفتاة تاع الخبز يبسته وخلطته مع المكسرات وصنعت له هذه الحلوى. كي كلاها وعجبته حكات له الحكاية. من بعد سماوه خبز الباي، والله مناطق أخرى تاني يسميوه خبز تونس نسبة لاسم الطباخة. بعد ما طاب راح نخليه يبرد مليح ونفرغ عليه الشربات اللي تكون سخونة. كما تشوفوا أنا قلبته في البلاطو ما عرف عليه، يعني هاد الخطوة راهي زايدة برك. من بعد زينته بلوزي فيلي، والله تحبوا مكسرات مرحية يعني حسب الموجود. ومن بعد جبت ملعقة كبيرة تاع مارغرين دوبتها وحطيت لها 2 ملاعق كبار تاع عسل. نخلطهم مع بعض ونرش بيهم كما راكم تشوفوا. هنايا للتزيين فقط باه نمدلهم هذيك لابغيونس ويبقى طري. وفي الأخير خبز الباي ولا خبز تونس يبقى وصفة جزائرية تقليدية. أنا هنا ما صبرتش عليه قطعته طول. انتوما خليوه على الأقل 2 ساعة ولا ليلة كاملة حتى يتشرب مليح. شوفوا ما شاء الله جاء يشهي طري معسل ومحمر يقطر بالبنة. جربوه، خلوا لي رأيكم في التعليقات وبصحتكم.